عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة عالم العروض والتقنية. أهلا ومرحبا بكم فيديو جديد. النهاردة معانا حل فوازير فودافون. النهاردة 6 سبتمبر. هندخل كده على اتحدى شلتك واكسب مع الفوازير، وهندخل لوحدنا وهندخل في خمن الفيلم. لسه قطعة ونكمل ال20 قطعة ونكسب الجائزة الكبيرة. فيلم شارك فيه باسم سمرة بشخصية عباس الجن مع أحمد عز وعمرو يوسف. ده فيلم ولاد رزق 2. فيلم كوميدي ظهر فيه الثلاثي أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد إخوات سمير وشهير وبهير. محمود حميدة كان أبو أحمد حلمي في فيلم آسف على الإزعاج. واحد من الأفلام دي تصنيفه كوميدي وشارك فيه نجوم كوميديا سبع البرومبا. فيلم الهنيدي قدم فيه شخصية توأم، كل واحد بيعيش في دولة مختلفة عن دليب الدقي. سيبنا 5 قطع مكررين، هنلعب تاني كده نجرب. هشام ماجد وهنا الزاهد وفيلم عن عالم موازي، ده فاصل من اللحظات اللذيذة. استنى كده لغاية ما يفتح الفيديو. فودافون بتذلنا لغاية ما الفيديو يفتح. مفتحش، هنحول كده الخط، نحول السؤال. فيلم الأفلام دي تصنيفه كوميدي وشارك فيه نجوم كوميديا مستر إكس. فيلم درامي شارك فيه خالد صالح في دور مدير كازينو بالرئيس عمر حرب. فيلم قذر، محبوش الفيلم ده. كريم عبد العزيز كان ضابط شرطة وطالب جامعي في فيلم الباشا تلميذ. فيلم قدم فيه محمد سعد شخصية الليمبي اللي بالي بالك. سيبنا 5 قطع برضو مكررين، هنحاول تاني. هشام ماجد كان شغال ضابط مخابرات في اي فيلم الافلام دي؟ في حملة فريزر. استنى كده الفيديو يفتح. مفتحش برضه. نيلي كريم شاركت مع رامز جلال وظهرت بشخصيتها الحقيقية في فيلم أحلام الفتى الطايش. فيلم حربي شارك في بطولته أحمد صلاح حسني الممر. ايه الفيلم اللي محمد ممدوح كان طالع فيه مجرم وعضو في عصابة شقه؟ أحمد فهمي وهنا الزاهد وأس كانوا أبطال الفيلم الكوميدي مستر إكس. برضو كسبنا 5 قطع مكررين. نبدأ نلعب تاني كده. فيلم ظهر فيه عصام عمر وطه دسوقي ولاد عم ورثوا مخدرات سيكو سيكو. فيلم كوميدي أحداثه بتدور عن نفس الشخصيات في عوالم موازية، فاصل من اللحظات اللذيذة. شخصيات ماجد والششتاوي وحتة ولانا، ده الحريفة. أكرم حسني قدم دور خيال تامر حسني في فيلم البدلة. فاكر ايه الفيلم اللي قدمت فيه نسرين أمين دور مرات أحمد عز ولاد رزق؟ برضو مكررين. نبدأ نلعب تاني كده. أنا يعني شفت ناس في التعليقات بيقولوا كسبوا موبايلات، فنجرب. أحمد حلمي كان عنده مرض نفسي يسبب بسبب صدمة وفاة أبوه آسف على الإزعاج. فيلم من الأفلام دي تصنيفه كوميدي وشارك فيه نجوم كوميديا العميل 0. فيلم أغلب أحداثه كانت في اسم شرطة في اسكندرية فترة الأربعينيات من بطولة أمير كرارة، ده حرب كرموز.
فيلم شاركت فيه نيللي كريم مع كريم عبد العزيز ويعتبر من اشهر افلامها. الفيل الازرق. الفيل الازرق ماشي. فيلم بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني وبيدور في اطار كوميدي، حامل اللقب. برضو ما كسبناش، نطلع كده ونلعب فوازير تانية، يعني نجرب في حاجة تانية. شكرا شكرا شكرا. نطلع كده ندخل تاني كده على الفوازير، نلعب لوحدنا، نجرب كده فيلم او ايموجي باغنية. نقول بسم الله. احمد حلمي عمل افلام كتير، منهم الفيلم ده، شوف الايموجي وقول لنا اسمه ايه. ده عسل اسود. فيلم رامز جلال ده غش الزوجية، كلنا ذلك الرجل. ده ايموجي فيلم كوميدي، يا ترى عرفته؟ يحمل بس ثواني. ده قلب امه. لو انت حريف افلام قول لنا ده ايموجي معبر عن فيلم ايه من افلام احمد حلمي. جواب مهم، هو حكاية ظرف طارق. عشان كان الفيلم ده قلب الاسد. كسبنا 5 قطع، استنى قطعتين ان شاء الله ونكسب الجايزة الكبيرة. لو جاب اغاني بتحملش ماشي. ده فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة. ده ايموجي فيلم شاركت فيه دنيا سمير غانم، عرفته. 365 يوم سعادة. محمد هنيدي عمل افلام كتير، منهم الفيلم ده الانس والنمس. الفيلم ده لف ودوران. لو انت حريف افلام قول لنا ده ايموجي فيلم ايه. بضع ساعات في يوم ما. هتفرج على الفيلم ده، ما اتفرجتش عليه قبل كده. استنى قطعة نجرب تاني كده. لو انت حريف اغاني قول لنا ده ايموجي اغنية ايه لعفروتو. معرفش، انا برازيلي، هيبقى برازيلي يعني. برازيلي، برازيلي سامبا، برازيلي معرفش اسمه. ده لأصالة، حبك على شريط حياتي، خانات الذكريات، ممكن تبقى دي. صدق. لو انت حريف اغاني راب قول لنا ده ايموجي اغنية ايه. رقم 1 ده مش انت، مش انا الاول لا، ده رقم 1 ده مش انت، شكلها كده يعني عامل له حركة مش تمام. وانا شطرتك وقلنا اسم الاغنية في من الايموجي. الجدة بطة، ستو انا، ستو انا دي صح. واحدة من اغاني تامر عاشور تقدر تعرفها من الايموجي. كلمات عن الحب، كتاب رواية عشت معاك حكايات. والله حلوة تصدق. ماشي، برضه ما كسبناش حاجة وخلصنا ال100 بتاع ده 100 محاولة. نشوف كده هيكمل معانا ولا مش هيحمل. أغنية نانسي عجرم، فاكر وحاول تعرفها من الإيموجي. لسه الإيموجي محملش. سهرة سعيدة، أعياد واحتفالات، تيجي ننبسط. هي ما ظهرتش أصلا، بس نقول إيه، تيجي ننبسط. صح، بس أصلا ما ظهرش الإيموجي أصلا. طب واحد تاني يلا. لو من جمهور مروان موسى قول لنا اسم الأغنية دي من الإيموجي. ضربني وحبني، حب خناق، ضربة بتقتل. مظهرتش برضو. فودافون الله يهديكي. طب نغير كده السؤال.
يحمل معانا اهو. من افلام احمد حلمي تقدر تعرف من الايموجي ده اكس لارج. عمل افلام كتير منهم الفيلم ده. شوف الايموجي وقول لنا اسمه ايه. محمد هنيدي. ده تيتا رهيبة. اختبر ذاكرتك وقول لنا اسم الفيلم ده من الايموجي. دكان شحاتة. افلام القذرة. شوف الايموجي ده وقول لنا ده فيلم ايه. صرخة نملة. كنا عمال نصرخ. ده ايموجي سهل. ركز وقول لنا اسم الفيلم ايه. عروستي. برضو ما كسبناش الجايزة الكبيرة. نلعب تاني كده يا فودافون. ربنا يهديك يا فودافون. لو من جمهور ويجز يبقى هتعرف ده ايموجي اغنية ايه. كيفي كده تقريبا يعني صح. اغنية الانغام. اساميك الكتيرة. اسمك مش عارفاك. معرفش. اساميك الكتيرة. ممكن اساميك كتيرة. والله ده واحد ده ايموجي معبر عن اغنية مشهورة لمروان بابلو. راجع كلماتها وانت تعرف تجيبها. كلمتينا البخت. راكور والله. تعرف اسم الاغنية دي الكاريوكي من الايموجي. ساموراي. ماشي. لو انت حريف اغاني وراب قول لنا اسم الاغنية دي لأميرة اديب من الايموجي. نشاط وكسل. نور حياتي. ضلمة ونور. ممكن يكون ضلمة ونور. برضو ما كسبناش يا جماعة. نطلع كده ونلعب فوازير تانية. يعني شوف لو احنا طلعنا كده. كان في عندنا 100 محاولة. نطلع كده نكسب مع الفوازير لوحدنا. الهدايا مفيش خالص. رئيسية كان معانا يعني 70 سؤال ما كسبناش حاجة. طب كده نجرب نكمل الأغنية. على فكرة برضو معيش يعني ما بعرفش احل اغاني بس هنكمل برضو عشان يبقى كده حلينا كل يعني حاولنا في كل الفوازير. اثبت لنا ان انت حريف اغاني راب وكمل كوبليه اغنية دورك جاي. يا سمك شعره يا مصابيح. صح. والله العظيم انا معرفش يعني. كوبليه واحد من اغنية داري يا قلبي لحمزة نمرة. عرفت هو ايه. داري يا قلبي بتسافر لوحدك على طول. قافل على قلبك البيبان. هو ده. مين غنى الكوبليه ده في واحدة من اغانيه. سكر محلي محطوط عليه كريمة. ده حسن شاكوش. مش حسن شاكوش ده عمر. ماشي معلش. كوبليه من الكوبليهات دي ما تقولش في اغنية اخوات عاملين فكرة جهنمية هنغني لكم تحت المية. ماشي دي ماشي. انا رحت مرة البيت ما لقيتش السيري. هي دي. ولا لقيت جوايا خناقة كبيرة قمت على طول. تعرف كل ده من اغنية ايه لأبو. ولقيت جوايا خناقة كبيرة قامت على طول 3 دقات. ما هو مفيش الا هي الاغنية دي. برضو ما كسبناش القطعة الكبيرة. تعالى كده يا جماعة نغير الخط ونرجع لكم تاني. الخط ده كده ما عادش فيه الا 25 سؤال بس. وحاولنا الخط كده وندخل نلعب الفوازير. معانا 10 اسئلة. نلعب لوحدنا كده نشوف كده احنا بنلعب ايه. كمل اغنية. لا مفيش كمل اغنية. بنطلع كده في هنا كمل الاغنية تاني برضو. فيلم او ايموجي. لا احنا بنلعب الاخيرة اللي هي ده لسه في افيهات افلام. ماشي. خمن الفيلم. ماشي. تعال نكمل كده 10 محاولات. ومفيش مش هنكسب قطعة لان لسه هيبقى لسه 7 قطع. فيلم كوميدي لمحمد هنيدي عن عيلة من الجن. ده الانس والنمس على طول. كزبرة كان عامل لعيب كرة في فيلم الحريفة 1. فيلم من الافلام دي تصنيف الكوميدي وشارك فيه نجوم كوميديا. ابن الحاج احمد. فيلم تافه يعني. كريم عبد العزيز كان ضابط وعمل نفسه ضابط جامعي في الباشا تلميذ. فيلم كوميدي اتقدمت فيه شخصية تباهي ومديح البلبوصي. ده فيلم حملة فريزر. في الافلام السفيهة. والله معرفش الفيلم ده من يعني وقف على هو ازاي. تمام. فيلم كوميدي قدم فيه احمد حلمي 3 توائم كده رضا.
قول لنا المشهد ده من فيلم ايه؟ مفتحش، هيبقى حملة فريزر. غلط؟ ماشي. فيلم كوميدي طلع فيه احمد فهمي كدوبلير، ده سمير وشهير وبهير. فيلم حربي عن مهمة تحرير ضباط الممر. فيلم الافلام دي تصنيفه كوميدي وشارك فيه نجوم كوميديا حامل اللقب. وهنا يا جماعه نكون خلصنا الفوازير النهارده. ان شاء الله لو حليت فوازير تانية هبعتها لكم، وان شاء الله هعمل برضو فوازير اورنج. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.